قبل ما ابدا الفيلم حابب اقول لك وحشتني يا صديقي، وبما انك وحشتني جايب لك فيلم عباره عن عظمه، حاله من الرومانسيه والدراما والاكشن التي لم ولن تتكرر. كل اللي عليك تركز معايا علشان تستمتع بالحكايه، والان اربط الاحزمه واستعد للفيلم. هو بيبدا الفيلم بروهان اللي بيحضر اكل لنفسه، ودي حاجه مش سهله على اي حد في حالته، لان روهان في الحقيقه اعمى وعايش في البيت لوحده، لا عنده اهل ولا اي حد يسال فيه، ولذلك بيدور على بنت الحلال هي اللي تملى عليه حياته. وفعلا بتتصل بيه زميلته مخرجي وبتقول له يلا شد حيلك، البنت الساعه 10 هتكون مستنياك، هو انت هتاخد حد معاك ولا هتروح لوحدك؟ بيقول لها هاخد الواد ظفار صاحبي. بيخلص وبيخرج بره، بيلاقي برص كالعاده بيصلح في العجله. بيقول له ايه يا معلم، الجنزير وقع منك ولا ايه؟ طب وسع بقى خلينا اركبهولك. ياض ما تقول لابوك يجيب لك عجله جديده. يالا بيقول له ده راجل فقري، لو جبت له سيره هيكسرها على دماغي. بيخلصها له وبيقول له كده خلينا نجربها، وفعلا بيركب العجله وبيجربها. بيقول له فنان كالعاده، انا نفسي اعرف انت بتصلحها وتسوقها ازاي، هو انت مش شايف الطريق اصلا؟ بيقول له مين فينا شايف طريقه؟ ابوه بيجي من غير صوت بيقول له هو ابوك جه كمان يا عم، اجري روح مدرستك علشان ما يضربكش. ابوه بيقول له هموت واعرف انت بتعرفني ازاي، بيقول له هبقى اقول لك بعدين. هو بيسيبهم ويمشي، بيروح هو وصاحبه المكان اللي موجوده فيه بنت الحلال. بيقول له ده ظفار البنت حلوه؟ بيقول له حلوه وبس، دي تقريبا اجمل حد شفته في حياتي. بيخش لهم جوه وبيقول لهم انا روهان اسف على التاخير. زميلتها بتقول له لا عادي ما حصلش حاجه، دي سو وانا صاحبتها. ظفر بيقول لها خليهم يقعدوا على راحتهم وتعالي معايا هوريك المعزه ام عين واحده. بياخدها ويمشي، وروهان بيقعد مع سو. بيقول لها معلش ظفر مجنون شويه، قبل ما اجيلك هنا كنت بتكلم مع مخرجي، بصراحه هي حكت لي عنك كتير جدا، يا ترى كلمتك عني؟ بتقول له بخصوص الجواز يعني؟ بص مخرجي ست كويسه جدا وقفت جنبي كتير جدا، علشان كده انا سمعت كلامها وجيت هنا، انما انا لا عايزه جواز ولا نيله، برغم اني ما بشوفش ولكن بشتغل ومعتمد على نفسي مش عالة على حد، فيا ريت تتصل بيها قول لها مثلا اني ما عجبتكش او مش مناسبه ليك كده يعني. بيقول لها وانا اكدب ليه يعني، رغم اني في الاول ما كنتش عايز اتجوز، وهي برضو اللي كانت بتزن عليا، واما جيت هنا قعدت معاكي واتكلمنا سوا عرفت قد ايه انت واثقه في نفسك فغيرت رايي. هو انت سكت ليه؟ صدقيني انا وانت مفيش حاجه توقفنا عن خطوه كويسه زي دي، لا انا ولا انت عالة على حد وهنقدر نكمل سوا. بتقول له بصراحه انت كلامك جميل وحيرني. بيقول لها مفيش حيره، احنا مش هناخد اي خطوه دلوقتي، بس خلينا قريبين من بعض ومع الوقت هناخد القرار المناسب لينا. بتقول له تشرب شاي؟ وبتضحك وضحكت يعني قلبها داب. ظفر بيقول لزميلتها صاحبتك ضحكت، كنت عارف ان صاحبي جامد وهيوقعها. وفعلا بيقضوا اليوم سوا عنده في المنطقه، وفي المهرجان بيشوفها اميد بيبص عليها من فوق لتحت، ورهان بيروح ياخد بركات الصنم. بيخلص المهرجان وقبل ما تمشي بيقول لها اشوفك بكره. بتقول له عندي شغل في صاله تدريب رقص هستناك هناك. بيقول لها انت مدربه رقص؟ بتقول له لا انا بعزف على بيانو وهم بيرقصوا. بيقول لها يا بختهم بيكي. بتقول له سلام يا روهان. بتسيبه وتمشي، واميد بيقول له ايه يا روهان يا جامد يا فنان، النهارده عيد ميلادي مستنيك تيجي. بيقول لما اشوف. بيقول له وسيم رغم انه اعمى بس حظه نار. تاني يوم سو بتكون في الصاله وروهان بيروح لها بيقول لها ايه الاخبار؟ بتقول له انت جيت بجد؟ بيقول لها امال بهزار، لو ده ضايقك امشي عادي. بتقول له لا انا مبسوطه قوي. بيقول لها وانا كمان. بقول لك ايه بتعرفي ترقصي؟ بتقول له على قدي. بيقول لها وانا كمان على قدي، ما تيجي نرقص سوا. بتقول له بتتكلم جد؟ بيقول لها اكيد. بتقول له الناس هيقولوا علينا ايه؟ لا طبعا ما ينفعش. بيقول لها لو ركزتي في كلام الناس مش هتعملي اي حاجه في حياتك. بتقول له بلاش كلهم هيضحكوا علينا. وفعلا بيطلعوا على المسرح والكل بيركز معاهم، بيبداوا الرقص وبيقدموا عرض في منتهى الروعه، وكل اللي حواليهم بيحيوهم على الاداء الخرافي ده، وكمان بيقوموا يرقصوا معاهم. ومن بعدها تقدر تقول وقعت في حب يا صديقي. بياخدها المول وبيشتري لها جزمه، وهم خارجين بيكون في زحمه كتير في المكان. بتقول له ثانيه هطلع العصايه. بيقول لها عيب عليكي انا معاك، انت مش واثقه فيا ولا ايه؟ بتقول له تمام. ولكن مره واحده بيحضر في المول الفنان الكبير قوي في جرام، الناس بتجري عليه، وسط اللعبكه دي الاتنين بيضيعوا من بعض. روهان بينده عليها وهي بتنده على روهان، الاتنين بيحاولوا يوصلوا لبعض ولكن محدش بيساعدهم. تفتكر ان روهان هيستسلم يا صديقي؟ لا والله. بيروح للفنان في جرام وبيحاول يتكلم معاه، بيطلعه فوق بيقول له معلش انا كفيف وحبيبتي ضاعت مني وسط الزحمه، يا ريت تنده عليها. بيقول له ليه انا؟ خد انت انده لها بنفسك. بياخد منه المايك وبيقول لها سو انا اسف لو كنت سامعاني، وثقت فيا وانا ما كنتش قد ثقتك، انا موجود على المسرح ارجوكي تعالي. بتروح له بيقول لها بجد انا اسف. تقول له خلاص بقى يلا بينا. بيقول له تسلم يا فنان. هو بياخدها ويمشي. بيقعدوا على البحر، هو بيقول لها انا عمري ما شفت النور ولكن شفته وانا معاكي، واما ضعت مني حسيت ان حياتي ضلمت تاني، انا مش هقدر اكمل حياتي من غيرك. بتلمس وشه. بيقول لها انت بتعملي ايه؟ بتقول له بشوف شكلك. بيقول لها ليه هو انت عندك عين في ايديك ولا ايه؟ بتضحك. وتاني يوم بيروحوا البرج ده. بتقول له احنا رايحين على فين؟ بيقول لها على بيتنا الجديد. بتفرح قوي وبيدخلها الشقه، وظفر بيكون مشغول في التليفون، ومره واحده روهان بيمسكه من قفاه بيقول له ركز يا عم كنت هتقع في فتحه الاسانسير خلي بالك بقى. وبما انه حافظ الشقه بالكامل بيفرجها عليها بالكامل، وبتكون في منتهى السعاده. واخيرا هما الاتنين بيتجوزوا في بيته القديم. ظفر بيقول له انا جبت لك هديه جوازك يا اسطى، خد البرشامه دي هتخليك اسد النهارده. بيقول له برشامه ايه دي
دي؟ بيقول له دي برشامه السيكو سيكو. بيقول له الله يحرقك يا عم هتفضحنا مش واخد حاجه. في الوقت ده قامت بيقول له وسيم يا ترى العمي هيشغلوا النور في يوم زي ده ولا مش هتفرق؟ بيقول له ما اعرفش بس اكيد هيشغلوا المروحه. بيقول له اشمعنى يعني؟ بيقول له علشان خشب السرير هيولع. وفعلا يا صديقي بيولعوا الشموع وبتبدا الدموع. بيخلصوا بعد اسبوع ورهان بيرجع يروح شغله. بيكون شغال مدبلج كرتون وعنده حنجره بتجيب نبره صوت اي حد ولذلك بيدبلج كل الشخصيات لوحده. بيخلص تسجيل وبيقول لهم تمام. بيقولوا له ممتاز كالعاده يا فنان. بيخلص وبيتصل بسو. بيقول لها حذري مين معايا دلوقتي؟ بتقول له مين؟ بيقول لها كلميه انت بنفسك. بيكلمها بصوت اميتاب باتشان وبيقول لها ازيك يا بنتي؟ بتقول له مستحيل اميتاب باتشان انا بحبك قوي يا فنان. بيقول لها وانا كمان انت زي بنتي ورهان دايما بيحكي لي عنك خلي بالك منه وربنا يبارك لكم في حياتكم. بتقول له رهان سمعت اميتاب باتشان بيدعي لنا بنفسه وبتكون مبسوطه قوي على اساس ان اميتاب باتشان صديق الصنم اللي بيعبدوه. المهم بيخرجوا يتعشوا بره وهم راجعين بيقول بتاع التوك توك حسابك كام؟ بيقول له 80 روبيا. بيقول له خد 100 وهات 20. بتاع التوك توك بياخد باله ان الاثنين ما بيشوفوش فبيدي له 10 روبيا. رهان بيعرفها بيقول له فاضل 10 تاني يا نجم. بيقول له ما انا هديها لك اهو. هو ما بيكونش مصدق انه ما بيشوفش. وهم في الطريق للبيت بيخرج عليهم اميت زي العفريت. بيقول له عايز ايه يا اميت؟ بيقول له يا اخي انت غريب قوي ازاي بتعرفني؟ بيقول له مش مهم ابعد عن طريقي. بيقول له هبعد بس قبل ما امشي عايز اخد نصيحتك انا مش لاقي كلبه تعبرني وانت القمر دي حبيتك رغم انك اعمى ما بتشوفش. بيقول له احترم نفسك احسن لك دي مراتي. بيقول له الله طب سيب القميص انت مش قد المسكه دي بس برضه لازم اعرف بتعمل ايه لما بتروح البيت يا خلبوس انت ولا اقول لك خليني اجي عندك البيت اجرب بنفسي. فبيرزعه بحته قلم محترم. هو بيقول له اياك تفكر اني ضعيف ومش هقدر ادافع عن مراتي. سو بتفضل تصوت لحد ما بتلم عليهم الجيران ولكن اولاد الهرمه بيختفوا ومحدش بيشوفهم. بيروحوا البيت وتاني يوم رهان بيجهز نفسه وبيروح على شغله وسو كالعاده بتحضر له الغدا. بتروح لجيرانهم وبتقول لها معلش خلي دول عندك التلاجه فصلت وخايفه الاكل ده يبوظ. بترجع تاني البيت وبتقفل الباب. بتلف الناحيه التانيه بتلاقي اميت في وشها. قبل ما تصرخ بيكتم صوتها هو بيقول لوسيم مش عايزين صوت. بياخدوها جوه يربطوها في السرير وبلا رحمه بيغتصبوها الكلاب. رهان بيرجع من الشغل بيقول لها حبيبتي انت فين؟ انا اتصلت بيكي كتير النهارده ما بترديش ليه؟ كنت هخليكي تكلمي عامر خان. بيقرب من السرير بيقول لها في ايه مالك؟ بيحسس عليها بيلاقي ايديها مربوطه وبمجرد ما بيفكها بتصرخ في وشه بحرقه. بياخدها في حضنه وبعدها بشويه الشرطه بتحضر في المكان. الضابط شوبي بيقول له في قضيه زي دي لازم تعمل تحاليل ده هيفيدك جدا في القضيه واملك الوحيد علشان القانون ياخد لك حقك. خلي بالك لو عدى 24 ساعه التحليل مش هيبين معاك اي حاجه وعشان الاحراج لو في حد غيرك يروح معاها هيكون افضل. بيقول له ملهاش حد غيري. هو بيخش لها جوه. المساعد بتاعه بيقول له يا باشا البت ما تعرفش مين دول ولا حتى سمعت لهم اي صوت. تليفونه بيرن. بيقول له فرجت يا باشا الوزير هيظبطك. ها بيقول له وزير مين؟ ده البيت عندي روح خد البت الغلبانه دي اعمل لها التحاليل. وفعلا بيروح معاهم الشرطي ده ولكن مره واحده العربيه دي بتقف قدامهم. السواق بينزل وبيقول لهم الضابط شو بيبعت لكم العربيه دي تاخدكم على المستشفى. بيروحوا معاهم ولكن اولاد الهرمه بيحبسوهم. رهان بيفضل يخبط على الباب. بيخش له انا دراع الوزير اليمين وبيكون خاطفهم وحابسهم في مستودع بعيد عن اسم الشرطه. بيقول له عايز ايه يا عم صدعتني؟ بيقول له يا باشا احنا لازم نخرج دلوقتي لو الصبح طلع علينا التحاليل مش هتبين اي حاجه. بيقول له هو ده اللي احنا حابسينكم علشانه اركن لك بقى في جنب ولو سمعت صوتك تاني انا بقى اللي هغتصب مراتك. بيمسك في رقبته ولكن ابن الهرمه بيرميه لجوه. ايديه بتلمس الماده اللي على الارض فبيعرف اللي في ايديه بنزين وده فخ منصوب لهم. تاني يوم الصبح بيرموهم في الميه وبيسيبوهم ويمشوا. بعد معاناه بيوصلوا للمستشفى والدكتور بيقول لهم مفيش اي حاجه ظهرت. في الحالات اللي زي دي لازم يتعمل التحليل قبل ما يعدي 24 ساعه وبعدين المدام نزلت في الميه يعني كل الادله اتغسلت. بيروحوا مركز الشرطه بيقابلهم الضابط نلاوري. بيقول له نعم اخويا مين اللي خطفك منك ليها ورماكم في الميه؟ طب عندكم شهود بالكلام ده؟ هو انت فاكرني غبي ياض منك ليها؟ انا فاهم اشكالكم كويس. هي بيضه بتعيطي ليه؟ هم اغتصبوكي بجد؟ كفايه تمثيل وامشي منك ليها من هنا. رهان بيقول له يا اخي خلي عندك شويه رحمه وافهم الوضع بقى. بيقول له ما تعليش صوتك ولا هحبسك بتهمه التزوير على الوزير. بيقول له طيب انا عايز اقابل الضابط شوبي. بيقول له مش فاضي. عايز تقول له ايه يعني؟ ملف قضيتك معايا اهو مفيش اي دليل للاغتصاب كله بالاثباتات واضح وصريح اهو. انتوا الاثنين جوز نصابين اتهمتوا الناس بالاغتصاب واختفيتوا علشان التحاليل كل ده علشان تاخدوا كام مليم من الوزير. مش عيب عليك يا راجل يا ناطع عايز تكسب بشرف مراتك؟ بيقول له لولا لبسك كنت قتلتك هنا مش عايز حاجه منكم وانا هجيب الدليل. سو بتقول له ابوس ايدك كفايه يلا بينا نمشي من هنا علشان خاطر انا عايز ارجع البيت وبس. هو فعلا بيروحوا البيت ورهان بيكون في منتهى الحزن. سو بتقول له قبل ما تنام احضر لك العشاء. بيقول لها مش عايز. بتقعد جنبه وبتقول له بص انا عارفه اني ما بقتش بالنسبه لك زي الاول لو حابب نتطلق انا ما عنديش مشكله وما تقلقش عليا هرجع لشغلي وحياتي وهبقى كويسه وهعتبر حياتي معاك كانت حلم جميل. ما بيردش عليها وبتسيبه وبتروح تنام. تاني يوم بيروح الشغل بيحاول يسجل مره واتنين ولكن ما بيعرفش. بيروح البيت
بجري. هو بيقول لها انا اسف على اللي حصل امبارح، حقك عليا ما تزعليش مني، ولكن انا ما كانش قصدي اللي انت فهمتيه، انت لسه زي ما انت بالنسبه لي حبيبتي ومراتي وام عيالي. انا كنت زعلان من نفسي لاني ما قدرتش احميكي ولا قدرت اجيب لك حقك، انت فاهماني؟ هو بمجرد ما رجليها بتلمسه بيخش في حاله انهيار، ما بيكونش مصدق اللي حصل وبيفضل يصرخ بحرقه عليها، بياخد عزاها وهو بيكون في منتهى الحزن. بيروح البيت وظفر بيقول له سبت لك الاكل جوه، هخلص كام حاجه وارجع لك. هو بيسيبه ويمشي. بيخش عليه وزير المنطقه تشالات اخو اميت الكبير، بيقول له الباقيه في حياتك يا روهان، مراتك كانت جميله ومالكمش ايام متجوزين، حقك تزعل عليها، انتوا الاتنين لسه شباب من حقكم تتهنوا ببعض، خلي بالك انت من سن اخويا امين، بس في فروقات كبيره ما بينكم، اخويا بيعمل كل اللي نفسه فيه واللي مقوي قلبه انا اخوه الكبير وزير وحاطط الحكومه في جيبي، فهو متاكد 100% ان محدش هيقدر يأذيه، علشان كده جيت لك وحابب اقول لك انسى الماضي وبلاش تتكلم مع الصحافه ولا اهل المنطقه، هتسوق سمعه اميت ومش هتعرف توصل لحاجه، الناس هتنسى اللي حصل ولكن انا هفضل حاطك في دماغي، فاحسن لك شيل الماضي من دماغك علشان ما افكرش فيك انا. بس انا في سؤال اخير محيرني، ليه مراتك ما انتحرتش لما اغتصبوها اول مره وانتحرت لما اغتصبوها تاني مره؟ هو بيسيبه ويمشي. رهان بيفتكر لما كان قاعد على السرير كان فيه جواب وساعتين، بيروح جري على جوه بيلاقي الساعتين على السرير والجواب تحت السرير، الجواب ده بيكون من وكاتبه بخط بارز، بيبدا يقرا المكتوب فيه، بتقول له اللي حصل قبل كده حصل تاني، كالعاده بعد ما انت رحت الشغل بدات في تحضير الغداء ومره واحده الكره دي بتخبط في المطبخ والباب بيخبط، بتروح تشوف مين، بتلاقي بارسي وزمايله، بيقول لها معلش الكره دخلت عندك، بتدخلهم يدوروا عليها في المطبخ وفعلا بيلاقوها. في الوقت ده اميت ووسيم بيخشوا البيت وهي بتخرج الاولاد وبتقفل وراهم، بتخش جوه بتلاقي اميت مستنيها وكالعاده بيكتم صوتها قبل ما تصرخ، وبيقول لها المره اللي فاتت كنت خايف اتكلم معاكي بس خلاص من النهارده هتسمعي صوتي، كل ما احتاج لك هاجي واقضيها معاكي، يلا بقى خلينا نبدا. بتقول له في نهايه الجواب انا عارفه انت قد ايه حزين دلوقتي ولكن صدقني ان فضلت عايشه كان ده هيتكرر مره واثنين وثلاثه، وانا اهون عليا وعليك موتي ولا حد يزيك في شرفي وشرفك، لازم تعرف اني بحبك قوي مراتك بيخلص الجواب هو بيكون في حاله لا يحسد عليها، بيخش عليه ظفار وبيقول له ده رماد يلا علشان ترميه في النهر، بيقول له لسه ما جاش حقها علشان ارمي رمادها، هو بيروح جري على اسم الشرطه. نلاوري بيقول له انت تاني جاي تاخد عزا مراتك هنا ولا ايه؟ امشي يا عم وما تجيش هنا تاني. بيقول له انا عايز اقابل الضابط تشوبي، بيقول له مش موجود، بيقول انا عارف انك موجود يا باشا هتكلم معاك كلمتين وهمشي. شوبي بيشاور له هو بيقول له دخله، بيدخله جوه بيقول له ايه هما الكلمتين؟ بيقول له مفيش يا باشا بس انا استغربت من اللي حصل، مع موت مراتي كل حاجه انتهت واتقفل ملف القضيه، بيقول له مفيش اي دليل قوي معاك علشان نسيب القضيه مفتوحه، وبالنسبه لموت مراتك فهي اللي انتحرت، بيقول له كلامك صح ده اللي ظاهر قدامك، اللي ما تعرفوش بقى ان مراتي كانت قويه وقررنا نكمل ونعيش حياتنا، ولكن بعد ما اغتصبوها تاني مره ما قدرتش تتحمل. الظابط بينصدم وبيقول له قصدك ايه يعني؟ بيقول له زي ما سمعت جم واغتصبوها تاني. نلاوري بيقول له كداب، بيقول له ما تقلقش يا باشا انا مش جاي هنا اشتكي حد تاني، وجودكم زي عدمه بالنسبه لي، لو كنتوا جبتوا لي حق مراتي كان زمان مراتي في حضني وما كنتش هعمل اي حاجه غلط، دلوقتي بقى جه وقت الحق وطالما اولاد الحق ما وقفوش جنبي يبقى من حق اجيب حق بطريقتي. بيقول له قصدك ايه يعني؟ بيقول له يعني هرد عليهم بنفس اسلوبهم. بيقول له تفتكر ان احنا هنغمي عينينا ونسيبك تعمل حاجه غلط؟ بيقول له لا يا باشا هتبقوا فاتحين عينيكم ولكن مش شايفين حاجه، هتبقوا فاتحين ودانكم ولكن مش سامعين حاجه، هتبقوا عايزين تتكلموا ولكن مش عارفين تقولوا ايه، هو المصيبه الاكبر انكم هتكونوا فاهمين كل حاجه ولكن مش قادرين تثبتوا اي حاجه زي ما حصل مع مراتي بالظبط. هو بيسيبهم ويمشي ويا ويلكم من اللي جاي يا ولاد الهرمه. بالليل نلاوري بيروح لتشالا وامد بيكون خارج كالعاده، تشالا بيقول له على فين يا فالح؟ انت عارف ليه ان نلاوري جاي هنا؟ القضيه بتاعتك وصلت الوزاره، خف شويه وابعد عن الزفت اللي اسمه وسيم وركز في الشغل، الانتخابات قدامها شهر وتبدا. بيقول له اما تيجي الانتخابات هو بيسيبه وبيروح يسهر ويسكر كالعاده. وبعد ما بتنتهي الحفله روهان بيحضر في المكان، هو بيخرج كيس البلي ده بيرمي واحده لتحت علشان يقيس المسافه قد ايه لتحت، بعدها بيركب على السلالم دي وبيمشي في المكان لحد ما بيحفظه بالكامل. في الوقت ده اميت ووسيم بيحضروا في المكان، روهان بيستخبى منهم وبيبدا يسجلهم. اميت بيقول له وسيم يلا يا عم نمشي، اخويا النهارده عمل لي محاضره قال عايزني ابعد عنك يا صاحبي واركز في الانتخابات. طب ولو ركزت في الانتخابات مين هيركز في الخمره؟ بيقول له يلا بينا. روهان بيقفل التسجيل وتاني يوم بيروح لتشالا وهو بيقول خطاب لاهل المدينه وهو بيسجله هو كمان، بعدها بيروح البيت وبيبدا يسمع اللي سجله، بيفضل مركز لحد ما بيحفظ نبره اصواتهم. واول حاجه بيعملها بيروح الكشك ده وبيتصل بنلاوري بيكلمه بصوت اخو اميت تشالا وهو بيقول له النهارده عايزك تحبس الواد وسيم علشان اميت يركز في الانتخابات. بيقول له انا يا باشا بس ده مش بالسهل عليا، على الاقل شربني كوبايه شاي. بيقول له هشربك كابتشينو بس انجز، وفعلا بينفذ كلامه وبيروح يقبض على وسيم. بعدها روهان بيروح يتصل باخت وسيم وهو بيكلمها بصوت اميت، بيقول لها بقول لك ايه ما تيجي تقابلنا
النهارده. تقول له انت بتهزر يا اميت. ابوها بياخد منها التليفون وبيسمعه وهو بيقول لها طب هقول لك على حاجه تانية، تعالي قابليني في الشقه المفروشه بتاعتي، هنقعد فيها انا وانت وبس، وصدقيني هبسطك قوي. بيقول له يا ابن الهرمه انا اللي هقتلك في ميدان عام. رهان بيقفل في وشه وابوها بياخدها جري على اميت، بيرزعه حته قلم محترم وبيقول له عارف لولا ما ان اخوك صاحبي كنت دفنتك مكانك دلوقتي، هياك تاني تتصل ببنتي. بيسيبه ويمشي. رهان بيتصل تاني ببنته وبرضه بيكلمها بصوت اميت وبيقول لها اللي اتصل بيك وعكسك ده مش انا، بصي الموضوع معقد قوي، تعالي قابليني النهارده ورا الجامع وانا هفهمك كل حاجه، انت زي اختي الصغيره تهميني، ارجوكي تعالي افهمك وبالمره اعتذر لك. بيقفل معاها وبيتصل باميت وبيكلمه بصوت البنت، بيقول له ازيك يا اميت. بيقول له انت ليكي انت تتصلي بيا بعد ما ابوك ضربني قدام الناس من غير سبب؟ بتقول له انا اسفه بس ده كان غصب عني، تعالى قابلني النهارده ورا الجامع وانا هفهمك كل حاجه. رهان بيقفل معاه وبيتصل بابوها وبيكلمه بصوت واحد غريب، بيقول له اسمع يا جاير انت، انا فاعل خير، بنتك مقضياها مع الواد امين، ولو مش مصدق كلامي النهارده هتروح تقابله ورا الجامع. بيقفل معاه وبيروح لهم جري، وفعلا هما الاتنين بيكونوا مع بعض وكل واحد منهم مستني التاني يفهمه ايه اللي بيحصل. بيطب عليهم ابوها بسكينه، هو بيقول له انت بتعمل ايه مع بنتي؟ انا هشرب من دمك يا كلب. والاتنين بيمسكوا في بعض، ولكن اميت بيلف السكينه الناحيه التانيه بيجيبها في كرشه، وبكده رهان فصل اميت عن وسيم وولع الدنيا ما بينهم. شالا بيهرب اميت بره مومباي لحد ما يخلص الموضوع مع الشرطه. في الوقت ده رهان بيروح الماركت يشتري شويه شيبسي على شويه فشار على كام مسمار على حبه بليات، وبيروح يتصل بوسيم بيكلمه بصوت اميت، بيقول له ازيك يا صاحبي انا لازم اقابلك ضروري. بيقول له مش انت هربت بره مومباي يا جبان؟ بيقول له لا ما هربتش، قلت لازم قبل ما امشي احكي لك اللي حصل واصفي اموري معاه، لازم اقابلك النهارده، هستناك في المكان اللي بنسهر فيه. بيقفل معاه وفعلا بيروح له بالليل، بيقول له تعالى يا صاحبي مجهز لك ميكس جديد هيعجبك. بيقول له عايز نشرب معاك بعد ما ضربت ابويا وكنت عايز تعمل الجلاشه مع اختي؟ بيقول له ما هو انت برضه اغتصبت البت العاميه. بيقول له ولكن دي اختي، ثم احنا الاثنين استمتعنا بالبت العاميه سوا، وبعدين انت ليه زعلان على البت العاميه قوي كده؟ بيقول له لانها كانت بالنسبه لي كل دنيتي. وسيم ما بيلحقش ينصدم لان رهان بيطفي النور في المكان بالكامل وبينزل فيه تخبيط يمين وشمال بكل غباء، ولكن ابن الهرمه بيضربه وبيبعد عنه. تفتكر ان ده هيفرق مع رهان يا صديقي؟ لا والله، بيطلع البلي الحديد ده من جيبه وكل ما بيتحرك بيخبطه بواحده. وسيم بيثبت مكانه وبيبص تحت رجليه بيلاقي الارض مليانه شيبسي وفشار، وكل ما بيتحرك رهان بيخبطه بواحده. وسيم بيحاول يتجنب الشيبسي وبيروح يولع النور، بيقول له خلاص يا رهان اتكشفت لعبتك يا خايب، وبيبدا يخبط فيه بالازايز. رهان بيستحمل وبيروح للاتجاه اللي جاي منه الازايز، بيفضل يقرب منه لحد ما بيوصل له، بيمسك في رقبته وبينزل فيه تخبيط لحد ما بيكسر له عظم وشه، بيجرجره من رقبته زي الخروف وبيربط رقبته بالحبل ده وبيرميه لتحت وبيرمي عليه نفس المنديل اللي كان مع مراته. بيسيبه ويمشي، وبعدها بشويه الشرطه بتحضر في المكان. نلاوري بيقول من غير كلام اكيد اللي قتله رهان، بيقول له ازاي يعمل فيه كل ده وهو اعمى؟ لا اكيد ده امين، رهان ما يقدرش يعمل كده، انت ناسي العداوه اللي حاصله اليومين دول بينه وبين اميت؟ بيسيبه ويروح لشلاك وبيقول له ايه الاخبار؟ بيقول له لو جاي تتكلم بخصوص وسيم فاخويا اميت بره مومباي من امبارح. بيقول له عندك ما يثبت كلامك ده؟ بيقول له ده سؤال ولا اتهام؟ بيقول له الاثنين. بيقول له اخويا مستحيل يقتل اعز اصدقائه. بيقول له ما هو في الفتره الاخيره في اختلافات كتير ما بينهم. بيقول له اسمع يا باشا بلاش تلعب معايا لعبه تحرقك، احسن لك خليك بعيد عن اخويا. بيسيبه ويمشي، ورهان بيروح جنازه وسيم وبيدفن ساعه من ساعتين مراته معاه. بيروح البيت وتشوبي بيروح له، بيقول له هو انت كنت بتبكي؟ بيقول له اصعب احساس يا باشا لما تقطع بصل عزيز على قلبك، اتفضل خش يا باشا. بيقول له هو انت كنت فين امبارح يا رهان؟ بيقول له كنت موجود هنا في بيتي. بيقول له معاك حد يشهد انك كنت امبارح في بيتك؟ بيقول له ازاي يعني يا باشا، هجيب حد يقعد معايا وانا نايم على سريري؟ بيقول له انت بدات تنفذ الكلام اللي قلته لما جيت القسم. بيقول له يا باشا ده كان كلام من شده غضبي، انا هقتله ليه يعني؟ بيقول له لانه اغتصب مراتك. بيقول له ما هو انت قلت ان مفيش ادله، هيبقى ازاي الراجل اغتصبها؟ ولا احنا هنفتري على خلق الله؟ بيقول له اسمع بقى، لو كنت عايز تنتقم من الاثنين فاميت هي. بيقول له هيتحرق. بيقول له نعم. بيقول له سيب دراعي التاني هيتحرق يا باشا. بيقول له طيب المره دي اتكلمت معاك هنا، المره الجايه هتكلم معاك في الاسم. هو بيسيبه ويمشي، بيقول لو لقيت ادله اصلا. بعدها بيروح يتصل باميت وبيكلمه بصوت نلاوري، بيقول له سمعت اللي حصل؟ لقينا منديل على جثه وسيم. بيقول له انت اتجننت؟ هو انت فاكرني انا اللي قتلته؟ بيقول له عارف انك مش انت اللي قتلته، وكمان عرفنا مين المجرم الحقيقي. بيقول له مين هو انت؟ بيقول له مش هينفع في التليفون، تعالى قابلني علشان نتفق، هستناك في المخزن القديم. بيقفل معاه وفعلا بيروح قدامه المخزن اللي حبسوهم فيها علشان ما يعملوش التحاليل. بيحفظ المكان بالكامل وبيعرف ان فيه بترول بالعبيط. وفعلا اميت بيوصل المخزن ورهان بيفضل مستنيه ورا الباب، هو بمجرد ما بيخش بيخبطوا بالحديده دي في دماغه، ولكن ابن الهرمه بيكون لابس خوذه الموتوسيكل الضربه ما بتاثرش فيه. بيقول له هو انت ازاي كنت بتكلمني بصوت نلاوري؟ لا لعبتها صح يا خلبوس، هو انت فاكر انك هتعرف تقتلني عشان تبقى انتقمت لمراتك؟ لا انا مش غبي زي وسيم، انا بقى هقتلك بابشع الطرق.
هو بينزل فيه تخبيط. بيقول له خد العصايه اهي، انت هتضرب مره وانا هضرب مره. بياخد العصايه من الارض، بيجي يضربه ولكن بيهرب منه. بيقول له دوري، بيديها له فبيخبطه في ظهره. روهان بيستحمل الالم وبيقول له دوري. بياخد منه العصايه وبيركز وبيخبطه بيها، ولكن ابن الهرمه بياخدها من ايده وبينزل فيه تخبيط لحد ما بيكسر عظمه. بيديله واحده في دماغه، بياخدها ما بيشوفش حاجه تاني. بيقول له ايه يا عم هو ده اخرك؟ هو موريني شطارتك. تفتكر انه روهان جاب اخره؟ قولها معاه يا صديقي. لا والله. بيوقف تاني على رجليه، ولكن ابن الهرمه بيقلع الجزمه علشان ما يعملش صوت، وبيجي من وراه بشويش، ولكن روهان بيديها له في وشه بكل غباء، ما بيقومش منها تاني. هامد بفوق بيلاقي نفسه متكتف. روهان بيقول له فاكر نفسك ذكي بتقلع الجزمه علشان ما اسمعش خطواتك؟ ما هي ريحه شرابك معفنه يا غبي. وبصراحه خدمتني اكتر من صوت خطوات رجلك. بيلبسه ساعه مراته التانيه، هو بيقول له انا عارف انك ما قتلتش مراتي علشان كده مش هقتلك. عارف مين هيقتلك؟ هتعرف دلوقتي. بيتصل باخوه شيلات وبيديله التليفون، بيقول له اخويا انا اميت الحقني بسرعه. بيكتم صوته وبيقول له المجرم رابطني في المخزن اخويا، تعال بسرعه الحقني. بيقول له ما تقلقش انا جاي لك حالا. بيقفل معاه وروهان بيخرم براميل البترول وبيلزق له بقه. بيطلع الشمعه دي من الشنطه وبيحطها ورا باب المخزن، وفعلا اخوه بيجي جاري بيبص عليه من الشباك بيلاقيه مربوط. اميت بيفضل يصرخ علشان ما يفتحش الباب، ولكن بيفتحوا الباب الشمعه بتقع وبتفجر المخزن بالكامل. شيلات بينصدم وما بيكونش مصدق انه قتل اخوه بايديه. وعاش عليك يا روهان، ما كدبش اللي قال صاحب الحق عافي. بيروح البيت وتاني يوم الصبح بارسي بيروح له البيت، بيقول له الحقني يا روهان النهارده ورايا ماتش كوره ومش عايز اروح المدرسه، عايزك تكلم المدير بصوت ابويا وتقول له اني مش هقدر اروح النهارده. بيقول له لو ابوك عرف هينفخنا احنا الاثنين. بيقول له معلش عشان خاطري. بيتصل له بالمدير وبيتكلم معاها على اساس ان هو ابو بارسي، ولكن مره واحده الظابط بيخش عليهم وبيقول له بارسي اطلع بره من غير صوت. روهان بيعرف ان الظابط جنبه، والظابط بيقول له كنت متاكد ان في حاجه غلط بتحصل واخيرا عرفتها، قدامك 24 ساعه هجيب سجل مكالماتك وهقبض عليه. بيقول له تسلم يا باشا. بيقول له على ايه؟ بيقول له على 24 ساعه. قبل ما تمشي يا باشا عايز اسالك سؤال، لو كنت مكاني كنت هتعمل ايه في اللي اغتصبوا مراتك؟ انا مش عايز ردك دلوقتي، خليها لما نتقابل بعد ال 24 ساعه. بيسيبه ويمشي، ولكن بيسيب له عربيه حراسه تحت البيت علشان ما يتحركش من مكانه. وفعلا روهان ما بيقدرش يتحرك، ولكن مره واحده صفار بيعدي من تحت البيت. نلاوي بيقول له على فين يا روش؟ ومين اللي معاك دول؟ بيقول له دول مراتات يا فندم. بيقول له يا ترى روهان انهي واحد فيهم؟ بيقول له روهان في بيته يا باشا، ولو مش مصدق تعالى اثبت لك انهم نسواني. وفعلا بيخليهم يرفعوا النقاب وما بيكونش فيهم روهان. وظابط شوبي بيوصل للمكان اللي كان روهان بيعمل منه مكالماته، ولكن بيلاقيه مقفول. بيسال الشخص ده، بيقول له هيفتح بكره الصبح. بيروح لشيلات وبيقول له انا عرفت مين اللي قتل اخوه. بيقول له مين هو؟ بيقول له بكام؟ بيشاور لواحد من رجالته، بيروح يفتح له الدولاب، بيقول له الفلوس كتير اهي خد اللي انت عايزه. بيقول له تمام بكره الصبح لما اتاكد هقول لك مين هو. بيقول له لا انت هتقول لي دلوقتي يا روش. بيقول له الصبح علشان اخد الترقيه في شغلي والفلوس منك. هو بيسيبه ويمشي. تاني يوم الصبح بيروح لروهان وبيقول له هرد على سؤالك اللي سالتهوني، لو انا كنت في مكانك اكيد كنت هقتلهم بابشع الطرق. قول لي بقى قتلته ازاي؟ بيقول له مين فيهم؟ بيقول له شيلات. واللي هيجنني بقى ازاي قدرت تهرب من بيتك؟ بيقول له احكي لك كل حاجه. وبيبدا يحكي له اللي حصل. امبارح بالليل اتصل بظفار وهو بيقول له تيجي ومعاك 3 نسوان متنقبين وتجيب عم كابوس بتاع الناموس يرش المنطقه. وفعلا بينفذ كلامه. وما نلاوري راح يشوف النسوان اللي مع ظفار، روهان خرج من وسط الدخان بعجله بارسي بره المكان. بيروح يتصل بشيلات وبيكلمه بصوت امين، بيقول له اخويا الكلاب دول عذبوني قبل ما يقتلوني. بيرجع بنبره صوته الطبيعيه وبيقول له انا قتلت اخوك بابشع الطرق. بيقول له انت مين؟ بيقول له روهان، ودلوقتي جه دورك، لو كنت راجل تعالى قابلني هستناك، اكتب العنوان ده عندك. بيديله العنوان وبيكون موجود في الشقه اللي اشتراها وملحقش يسكن فيها. شيلات بيروح له جاري وبياخد معاه انا، بيطلعوا له فوق ولكن بيختفي من المكان. شيلات بيقول له لو كنت راجل اطلع واجهني، فبيظهر قدامه بيقول له انا روح اقتله. انا بيروح جاري عليه فبيجري منه، بيعد الخطوات بكل ذكاء، بينط الناحيه الثانيه وبيسيب انا ينزل في فتحه الاسانسير اللي بيكون مغطيها. شيلات بيقول له هي دي خطه قتلك ليا؟ بيقول له انا عندي خطط كتير وكمان ليك عندي خطه احلى من دي. ولكن ابن الهرمه بيرفع عليه سلاح، روهان بيعرف فبياخدها جري منه. بيفضل يجري وراه ولكن روهان بيستخبى منه، وبمجرد ما بيخبط في الحاجات اللي هو حاططها له دي بيرمي عليه الخشب ده كله. ولكن ابن الهرمه بيطلع سليم ولا بيتاثر. بيرفع على روهان سلاح وبيقول له انت ضعيف قوي واخرك فاضي، حته حشره زيك عذبت اخويا، لازم اعذبك قبل ما اقتلك. وبينزل فيه تخبيط يمين في شمال. تفتكر ان روهان هيسكت له يا صديقي؟ لا والله. بيمسك المسمار ده وبيغرزه في دراعه، السلاح بيقع من ايده. روهان بياخد السلاح وبيرفعه عليه. شيلات ما بيتحركش من مكانه علشان ما يعملش صوت، وروهان بيبدا يقرب ناحيته وبيمسكه من رقبته. بيفضي خزنه السلاح جنب وشه وبينزل فيه تخبيط يمين في شمال لحد ما بيخرجه بره. بيكون خلاص هيرميه ولكن ابن الهرمه بيمسك فيه وبيقول له انا مش هقع لوحدي. بيقول له عندك حق، هنقع احنا الاثنين ولكن اللي هيموت فينا واحد بس.
بس بيربط الحبل ده في حزامه وبينزل بيه لتحت وبيقول له سلم على اللي راحوا قبلك هناك وبيسيب ايديه. ما تقلقش يا صديقي مات. بيخلص كلامه للظابط بيقول له لا اشهد لك انك في منتهى الذكاء ولكن ما فيش مجرم بيعمل جريمه بدون ما يسيب دليل وراه. انت بقى سبت لي دليل قوي وراه. انا وصلت لصاحب الكشك اللي انت كنت بتتصل منه. ما تتحركش من مكانك ساعه بالظبط وهرجع اخدك من هنا. بيقول له مستنيك يا باشا ما تتاخرش عليا. وفعلا بيروح جري لصاحب الكشك. هو بيقول له الشخص ده كان بيجي يتصل من عندك هنا وكان بيتكلم بكذا صوت ولكن بمجرد ما بيلف له بينصدم. هو بيقول له للاسف انا كفيف يا باشا ما بشوفش اي زباين بتيجي تتصل من هنا. الظابط بيكون في منتهى الصدمه لانه ما عرفش يمسك اي دليل على رهان ومفيش ادله مفيش جريمه. ورهان اخيرا بياخد راماتسو وبيرميه في النهر بعد ما انتقم لها اشد انتقام. وهنا بينتهي الفيلم. خد تعالى هنا صديقي هقول لك على حاجه مهمه. انا كنت شغال على الفيلم ده ومره واحده لقيت فيلم اجمد من ده بكتير بس للاسف لو كنت بدات الشغل فيه كنت هتاخر في التنزيل ولكن ملحوقه يا كبير. باذن الله 3 ايام وهيكون نازل. اهم حاجه تعمل الشير وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعار بالجديد وتخش تاخد لفه في القناه هتلاقي فيديوهات كتير تعجبك ولايك للفيديو لو عجبك وكومنت من قلبك يفرحني. هشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.